السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم. تعتبر من أسرع القضايا أو أسرع قضية في صدور حكم، يعني أيام أو أسابيع من ما تحدثنا في قضية غالب القاضي، القضية الأخيرة، علشان أنه استغل البنت وتزوجها وبعد ذلك طلعت البنت وجابت فيديو. أعتقد أن الجميع يعلم بهذه القضية. طالبنا بالمحاكمة، وهو أيضا غالب القاضي بنفس الطلب المحكمة، محكمة سنحان. طبعا اليوم تم صدور حكم الإعدام بحق غالب القاضي. طبعا ليست التهمة الأخيرة اللي نشروا عنها، بل قبل سنتين أعتقد أن البعض يعرف أو الجميع يعرف أني حصلت قبل سنتين قضية مشابهة، يقال أنه تزوج امرأة ما زالت على ذمة رجل آخر، وفي رواية أن أهلها قتلوها، وفي رواية أنها انتحرت الآن، يقولوا أنها انتحرت حينها. فتم إصدار العقوبة بسبب القضية اللي قبل سنتين وليس القضية اللي انتشرت قبل أسابيع. طبعا يسمى الحكم هذا حكم ابتدائي، باقي استئناف، باقي محكمة عليا، ولكن البعض يتساءل لماذا صدر حكم الإعدام. الكثير بيتساءل لأنه كثير من الجرائم بتحصل، يعني لأنه صدر حكم الإعدام بأنه عمل شيء مع وهو محصن، يعني حاجة يعني والحكم الرجم حتى الموت. القاضي قال الرجم حتى الموت لأنه محصن وعمل في امرأة لا تحل له. البعض بيقول بتحصل جرائم كثيرة، بتحصل أشياء كثيرة في وطننا ما بيتمش بحكم الإعدام، ولكن ربطوها أيضا أن الامرأة انتحرت أو قتلت بسبب الفعل هذا، يعني راحت في ذمة امرأة. على العموم مشاهدينا الكرام، احنا نقول لكم هذا الأخبار والمصادر، وبالنسبة لأي حكم يصدر من المحكمة هذا هي ذمة القاضي يتحملها القاضي، لا يتدخل الإعلام ولا يتدخل أحد. القاضي هو من يتحمل، لأنه القاضي وهو الفصل، لما يقدرش يحكم إعلامي أو لا يحكم إعلامي، ما يجوز الإعلامي أو الناشط أنه يحكم، والله أعلم. هذا حكم ابتدائي، إذا في تفاصيل أخرى إن شاء الله سنكون معكم، وهي رسالة أيضا للبعض، لمن يستغل الحالات، لمن يستغل لأنه هذه ذنوب متراكمة تأتي على الإنسان. نسأل من الله السلامة، ونسأل من الله أنه يجنبنا هذه الأفعال، نسأل من الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله أنه يجنبنا ويجنب شعبنا هذه المصائب، لأنه إحنا ما يحصل في بلادنا الآن هي كلها ذنوب ومصائب، ونسأل من الله يدينا المطار ونزارع. على العموم تقبلوا تحياتي، حبيت أطلعكم على الموضوع لأن البعض لا يعرف أي سبب الإعدام. البعض بيقول إني لا تستاهل الإعدام القضية الأخيرة، ولكن قضية الإعدام بسبب اللي حصلت قبل سنتين. سنتابع إن شاء الله في أي تفاصيل لاحقا. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.